التصرف السليم لو شخص اتصاب بجلطة قلبية في الأول لازم نعرف بتحصل إزاي والأعراض. الجلطة القلبية أو هارت أتاك هي مش بتيجي فجأة كده، ودي قصتها شرايين القلب اللي بتوصل له الدم اسمها coronary arteries. لما يحصل فيها انسداد بسبب ترسب الدهون والكوليسترول، الدم مش بيوصل كويس لعضلة القلب، ومع الوقت ممكن يحصل انسداد كامل، وساعتها جزء من عضلة القلب بيموت. ده اللي بنسميه جلطة قلبية. إيه الأعراض؟ ألم شديد في الصدر، ضيق تنفس تعرق ممكن الألم يوصل للذراع أو الفك. طيب أتصرف إزاي؟ أول حاجة، اتصل بالإسعاف فوراً، خليه يقعد أو يتسطح ويفتح هدومه الضيقة. لو عنده أسبرين أطفال 75 أو 81 ومفيش حساسية، خليه يمضغه فوراً. لو بياخد نيتروجليسيرين يحطه تحت لسانه، بس لو موصوف له قبل كده. اوعى تديه أكل أو شرب. ولو فقد الوعي ومفيش نفس، ابدأ على طول ضغطات صدر CPR 100 ضغطة في الدقيقة. ما تستناش يشوف هيرتاح ولا لأ، الجلطة ما بترحمش. حافظ على قلبك، لازم الأكل يكون صحي، قلل الدهون، تابع الكوليسترول، ومارس رياضة بسيطة كل يوم.